عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاكم أمنية يحيى بفكرة جديدة، بحاجة جديدة هنعملها مع بعض النهاردة في القناة. واعذروني لتأخيري عنكم في الفترة اللي فاتت دي، بس أنا مش بحب أعمل فيديو وأطلع لكم وأنا مش عاملة لكم فكرة وحاجة جديدة في القناة. ان شاء الله باذن الله انتظروا مننا فيديوهات كتير جدا جايه بافكار حلوه قوي، علشان الصيف بقى داخل علينا خلاص والاجازات جايه والمصايف، وهنعمل افكار حلوه قوي 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 هتنفع الخروجات بقى والبحر والكلام ده كله. كل سنه وانتم طيبين. طبعا اظن الفكره كده هتوضح معاكم اللي انا هعملها معاكم. ما تقلقوش خالص، حاجه جديده وحاجه جديده عندي في القناه مش موجوده قبل كده. يا ريت اللي لسه مش مشترك في القناه يا ريت يشترك ويفعل زرار الجرس، والمشترك بالفعل يعمل شير ولايك للفيديو علشان القناه بتاعتنا تكبر بيكم. تعالوا بقى ندخل في الفيديو بتاعنا على طول ونشوف كده احنا هنعمل ايه وهنعوز ايه. انا دلوقتي هعمل جراب موبايل، هعمله بالخرز بطريقة جديدة كده وسهلة ولطيفة جدا. انتي الخرز ده ممكن تعملي بيه باي نوع، عايزة تعملي لولي، عايزة تعملي كريستال، عايزة تعملي فتافيت السكر، عايزة تعملي اي حاجة تزيني بيها جراب الموبايل بتاعك. سهل قوي. اهم حاجه ان احنا يبقى معانا الجراب بتاعنا لونه شفاف وتشتغلي عليه. بيبقى يعني عشان يبقى يستسهل ان انت تشتغلي عليه اي لون انت عايزاه. تمام. انا الجراب ده بتاع التليفون بتاعي، انا هعمل عليه شغل وهعمل عليه خرز. تمام. طبعا احنا معانا الجراب اهو، وزي ما انتم شايفين انا لازقه عليه قلبين كده. شكل ده انا عايزه اعمله في نص الموبايل، في نص الجراب. خلاص. فطيب انتي هتعملي ايه؟ انا رسمت ده على ورقة عادية جدا. رسمتها وحطيتها على الجراب. خلاص. طبعا في استراس بيتباع بالمتر موجود، بس انا ما نزلتش الحقيقه جبته لان انا لسه ما نزلتش جبت خامات. فقلت انا هستخدم حاجه موجوده عندي من الخامات بتاعه الاكسسوار اللي عندي. قعدت دورت كده لقيت عندي خرز الكريستال الصغير اللي انا هشتغله دوت. ده خرز كريستال مقاس 4. لا، مقاس سوري، مقاس 2، وفي اصغر منه على فكرة. بس انا مستخدمة اللي هو دوت. شايفاه كده حلو وشكله حلو وجميل وهيبقى شيك ان شاء الله باذن الله على الجراب، والشكل يعجبكم. بصوا، ده اهو الكريستال مقاس 2. خلاص. ده كده لونه عسلي او لونه ذهبي يعني شفاف. خلاص. وممكن كمان هستخدم معاه لون كده، لون بيربل برضو. لقيته برضو عندي اهو. هشوف بقى كده هستخدمه برضو معاه ولا هستخدم ده بس. بصوا ده برضو بيربل كده شفاف. هو الكاميرا بس اللي مغمقاه سنة، لكن هو افتح من كده. تمام. على حسب طبعا الاضاءة بيديكي. وده كده بقيت الكيس اللي عندي موجود عندي بوريه لكم برضو. وايه تاني بقى هنستخدمه بجانب بقى الخرز اللي انت هتستخدميه اللي هو الكريستال ده؟ هستخدم طبعا اللي هو ب 7000 ده. ده اللي احنا بنلزق بيه الحاجات بتاعت الاكسسوار. لو عايزه حتى تلزقي اخر الاستك لما بتيجي تربطي اي حظاظه او اي حاجه وتدخليها جوه البتاع، جوه الخرزايه، ده بينفع وبيبقى حلو جدا ومتين وبيمسك كويس قوي. خلاص. الحقيقه انا مش فاكره كنت جايباه، اظن ب 45 جنيه. ده اللي هو 50 ملي. تمام. انا كنت جايباه معاكم في فيديو المشتريات، وهسيب لكم لينك فيديو المشتريات في الاي فوق، علشان لو حد حابب برضو يشوف اخر مشتريات كنت جبتها ايه. علشان ان شاء الله قريب جدا هنزل برضو اجيب مشتريات وهنعمل شنط مع بعض كتير قوي. وهنشتغل شغل كده جامد كده معانا كده في القناة. خلاص. ده بقى كده الجلو اللي احنا بنلزق بيه. ووريتكم اهو ده الخرز. دي الحاجات اللي انا هشتغل بيها بس، ولا في اي حاجة تانية هنشتغل بيها خالص. القلبين اهم، انا بوريكم القلبين. انا حابة ان انا احطهم كده في النص، فرسمتهم كده على ورقة
اي ورقة عندك موجودة، حتى انا استخدمت كشكول اولادي يعني قديم. قعدت اشخبط كده وارسم، ورحت قصاهم، ورحت جيت بحتة تاب او سوليتاب يعني سوري. ورحت لزقته من جوه الجراب. خلاص. من جوه كده لزقته كويس كده علشان خاطر احط بقى ايه الشكل عليه. بصوا يا جماعة اهو، بالمنظر ده كده لزقتيه وحلو قوي. لازم الجراب الشفاف ده تغسليه كويس، حتى لو انتي شارياه، لو حتى ما كانش عندك لازم تغسليه كويس علشان الحاجة تلزق عليه حلوة قوي، علشان ما تبقاش فيه ترابة تخلي اللزق بتاعنا البي 7000 ما يلزقش كويس، وما يخليش الخرز يلزق كويس على الجراب بتاعنا. تمام. اهو انا بقى هبتدي دلوقتي هشوف احنا هنشتغل ازاي. هبتدي بقى اهو دلوقتي هفتح الجلو معاكم. تمام. اول حاجة حابة ان انا ابتديها معاكم وهي القلبين اللي انا حطهم. بحط كده بصوا على القلب بالظبط كده حبة حبة، وببتدي تلزقي الخرز كده بالراحة واحدة واحدة. مادام حاجة فيها شكل كده بتلزقيها على طول وما بتاخدش منك حاجة. بتقعدي كده تلزقي على طول الخرز بتاعنا. تمام. و بتمشي بس على الشكل اللي انتي حطاه. واديني اهو بحط حبة كده كويسين. خلاص. وطبعا كل شوية بتقفلي البتاع بتاعتك علشان خاطر اللزق بتاعك علشان ما ينشفش منك. خلاص. انا اهو بحط حبة كده، وبظبطهم بقى بايدي كده على الطرف. زي ما انتوا ايه شايفين كده. الموضوع يا جماعة سهل جدا، مفهوش صعوبة خالص. ان انتي تعملي جراب الموبايل وتزينيه تعمليه بالشكل اللي انتي عايزاه. الموضوع سهل مش صعب خالص، وحلو قوي وممتع على فكرة. يعني الشغل ممتع لدرجة رهيبة. حلو قوي 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 وسهل ومش بياخد منك حاجة. ممكن اصلا حتى لو بنتك صغيرة ابنك صغير تخليه يشتغل معاكي، او تشتغل معاكي. يعني البنوتات هما اللي بيحبوا الحاجات دي والاشكال دي والحاجات دي. هيبقى وقت ممتع جدا بالنسبة لها. ويبقى مشروع حلو قوي للصيف ان انت تعملي جرابات الموبايل. الجرابات دي لو انت عايزه تشتغليها كمشروع وتبيعيها هتبقى حلوة قوي معاكي في البيع. اللي بتطلب منك جراب انت بتبقي عاملة ديزاين كذا ديزاين وبتبقي سايباه. مثلا اللي بتطلب منك بقى حاجة بتجيبي الجراب بتاعك على حسب نوع تليفونها، وبتجيبي الجراب الشفاف وتشتغلي. بصوا انا قربت لكم اهو الجراب من الكاميرا علشان تشوفوا. بصوا انا بظبط بقى، يعني انا حتة الورقة اللي انا حطاها تحت دي على شكل القلب دي انا بظبط على شكلها بالظبط، يعني على الحروف على كل حاجة زي ما احنا شايفين. وبحط كده في النص برضو، وبروح ايه قافلة. خلاص. ممكن يعني ايه تنفخيها كده شوية ان هي تبرد سنة علشان خاطر تلزقي وتقف كويس. طيب اللزق اللي انتي بتعمليه بياخد قد ايه عقبال ما بيلزق؟ انا الحقيقه بسيبه يوم. يعني انا بسيبه مثلا هو من 3 4 ساعات بتكون لزقت كويس. بس انا بقولك ان انتي لا سيبيها كويس جدا انها تلزق حلوة قوي. وكل شويه كده اكدي عليها، وكل شويه شوفي لو في خرزية لا ما اتلزقتش كويس حطي برضو لزق عليها والزقيها تاني حلو، واضغطي عليها كده من ورا ومن قدام علشان خاطر ان هي تلزق حلو جدا كده معاكي، وما تفكش بسهولة، وتقعد اطول فترة ممكنة الجراب معاكي. طبعا الموضوع ده حلو جدا وسهل جدا. ممكن اصلا كل شوية تغيري شكل جراب تليفونك وانتي قاعدة في البيت، يعني انتي كده بطريقة سهلة. بصوا انا بوريكم اهو. انا طبعا اهم حاجة بظبطها شكل القلب من بره، وبحط الخرز من جوه، بملى الفراغ بتاع القلب ده بملاه. انا عملت ده كده ذهبي بس. القلب من جوه ومن بره ذهبي. بفكر بقى ان انا ايه اعمل القلب التاني طريق تاني. بصوا انت ببتدي كده ان انت ايه بتاخدي الخرزة خرزة خرزة وتقربيهم من بعض. حسيتي ان في فراغ او ان في الشكل مش مظبوط، ظبطي كده بايديكي وهو لسه اللزق طري معاكي، فهتتظبط وهتقف مكانها كويس وتظبطي الشكل بتاعك.
خلاص. اوقات طبعا بتلزق في الايد، لو حابه بقى تشتغلي بملقاط، حابه تشتغلي باي حاجه رفيعه خالص تعرفي تمسكي بيها الخرز دوت وتظبطيه تمام. انا الحقيقه والله بشتغل وانا كده بقلم رصاص جنبي، بظبط بيه الطرف، بظبط بيه الحاجه، بيبقى حلو جدا معايا. كده احنا خلصنا القلب الاولاني زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي بقى هروح للقلب التاني. بصوا اهو، شايفين انا بضغط عليه علشان خاطر يتقفل كويس، واهو بمسك برضو التاب بتاعي علشان خاطر لو عايزه الزق اي حاجه مش ملزوقه كويس، بروح ايه لازقاها، ولو حاسه ان في فراغ بروح ايه جايبه الخرز واروح موقفاها فيها كده. طبعا اللي هو الاستراس، اللي هو اللي بيبقى شريط الاستراس ده بيبقى سهل جدا، ممكن تلزقيه هيبقى شكله حلو. وعايزه تستخدمي ستان، عايزه تستخدمي اي حاجه بتعمليها بيبقى شكلها حلو جدا. تمام. هبتدي بقى دلوقتي هعمل القلب التاني. انا الحقيقه بشتغل معاكم يعني في الفيديو، ببقى بشتغل كده. الفكره بتيجي في دماغي فبفتح الكاميرا واقول خلاص انا هصور، هقول لكم ايه الفكره. ممكن اعدل فيها حاجات بسيطه وانا شغاله معاكم وانا فاتحه الكاميرا، مش بعدل غير جوه الكاميرا يعني. تمام. بصوا بقى انا حطيت كده على الاطراف عشان عايزه اعمل بقى القلب ده بطريقه تانية كده يبقى شكله حلو. ان انا هحط الذهبي دوت على اطراف القلب، هبقى محدده كده القلب بالذهبي معايا. خلاص. وطبعا كوني حريصه جدا وانتي بتعملي ده. يا جماعه انا على فكره الموضوع مش هياخد منك نص ساعه اصلا. لو انتي عامله الديزاين في دماغك مش هياخد منك نص ساعه، هياخد منك وقت قليل جدا وهتكوني خلصتي الجراب. انا مش مسرعه الفيديو، انا ماشيه بالفيديو طبيعي جدا زي ما انا كنت شغاله. فمش مسرعاه، والحمد لله مش عامله مونتاج ان انا قاطعه حاجات كتيره من الفيديو. لا يعني انا ما قطعتش حاجه من ساعه ما ابتديت اشتغل كده، والزق الاسترسات دي على او الخرز على الجراب. انا ما قصيتش اي حاجه خالص، وشغاله بالسرعه بتاعتي العاديه. يعني انا حتى شغاله بالراحه علشان خاطر اظبط شكل القلب ويبقى مظبوط معايا. تمام. طبعا لو وصلتي معايا للمرحلة دي ولسه ما حطيتيش لايك، يا ريت فضلا وليس امرا تحطي لايك كده للفيديو علشان تشجعيني ان انا اعملك فيديوهات اكتر. ولو لسه برضو ما اشتركتيش يا ريت تشتركي وتفعلي زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار او حابة اي فكرة عايز تسألي على اي حاجة، انا برحب بده جدا. تكتبي لي في الكومنت هرد عليكي، وهسيب لك برضو لينكات التواصل معايا، لينكات صفحة الفيسبوك بتاعتي والانستجرام. لو حابة ان انت تسألي عليهم وتبعتيلي تحت امرك تنوريني طبعا. هرد عليكي على طول. بصوا بقى انا جبت الخرز اللي هو لونه بيربل الغامق ده، وقلت هحطه جوه القلب بقى من جوه. يعني انا كده عملت القلب من بره، عملت له اطار، وهحط بقى ايه دوت من جوه. فتحت اهو التاب بتاعي وحطيت الصمغ بتاعي جوه القلب. تمام. وهبتدي بقى هبتدي بقى احط ايه البتاع دوت الخرز بتاعي. طبعا انا كل شويه بقفلها وبظبط اهو. بصوا اللي بره بتحطيها ازاي، بحط بقى حبه كده يعني انا عشان ده هيبقى عشوائي كده، فبحط حبه كده في النص. خلاص. والمكان اللي هحس ان هو فاضي هنزل فيه خرزايه او اتنين. بصوا انا بقرب اهو برضو، بس انا لما بقعد اقرب كده بايدي كتير بيلزق في ايدي، فنخلي بالنا يعني استخدموا انتوا حاجه بنسة. بنسة طبعا، بنسة شعر يعني حاجة رفيعة كده، حاجة معدن. هي برضو ممكن يلزق فيها، بس هتساعدكم شوية ان انتوا تظبطوا الخرز بتاعكم. بس انا الحقيقة بحب ملمس ايدي كده، ان انا اظبط الخرز بايدي عشان لو في اي فراغ احس بيه، اي حاجة اظبطها. تمام. بنعمل اهو القلب التاني مع بعض وبدخله كده. طبعا انتي بقى الالوان والافكار والاشكال دي حاجة بتاعتك انتي. بصوا انا بوريكم اهو الشكل. بصوا في اهو فراغ في الجنب اهو، هتلاقوني بحط فيه برضو ايه خرز علشان ما سيبش اي فراغ في القلب، وبقربهم كده من بعض علشان يبقى شكله حلو ويبان كده ان هو شكله حلو. وبظبط طبعا ايه الجزء اللي بره ده. شايفين الموضوع حلو قوي.
وسهل كمشروع ان انت تشتغليه من البيت، حلو جدا يعني. ادي احنا اهو كده. طبعا بصوا كام واحده وقعت كده في ايدي، فبرجع تاني احطها تاني. طلعت في ايدي طبعا لزقت، لان انا ايديا فيها لزق، فبيلزق في ايدي كده ويتاخد اهو. بظبطه كده بحاجه بسيطه جدا. بصوا بعد ما حطيت لقيت ان في واحده ذهبي كده يعني عايزه تتظبط في القلب، رحت ايه حطيتها. تمام. طبعا والله يا جماعه يعني الاضاءه والكاميرا يعني مش ظاهره لكم اللون ان ده بيربل، هو مديه على بني شويه، بس هو لا بيربل فاتح، مش فاتح قوي، بس هو يعني ايه ما بين الغامق والفاتح كده، زي لون البتنجاني كده شويه. بس لونه حلو جدا جدا. بصوا اهو القلم الرصاص اللي كنت بقول لكم عليه من شويه، انا بظبط بيه كده الدنيا. هظبط القلب بقى وهنشوف هنكمل الجراب ازاي. دلوقتي بقى انا خلاص كده شلت الغامق زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى هعمل اطار حوالين الجراب بالخرز الذهبي معايا. تمام اهو. بحط كده على الطرف اللي جنب الفتحة بتاعة الكاميرات كده اهي. وهتبتدي تحطي بقى خرزاية خرزاية بالراحة جدا، وتحطي الخرز بتاعك علشان خاطر يمسك كويس. تمام. ويبقى حلو يعني يبقى كويس اهو زي ما احنا شايفين كده. الموضوع سهل يا جماعة والله، مش صعب، ومشروع الحمد لله كويس. كفاية ان انت مش بتتبهدلي ومش بتنزلي في الشارع وبتروحي وتيجي، لا يعني لو اي واحدة حتى معاها اطفال مش هتنفع انها تنزل وتروح وتيجي، وعدد ساعات بقى شغل معين بره البيت والكلام ده، هيبقى المشروع ده حلو جدا ليها وهي قاعدة في البيت. مش هيبقى فيه ان انت غير بتنزلي يوم او يومين بكتير قوي في الشهر، او في اسبوع، او حتى كل اسبوعين، على حسب ان انت بتنزلي تجيبي الخامات بتاعتك وبترجعي تاني ان انت بتشتغلي بيها. اول ما بتبتدي الخامات عندك قربت تخلص او محتاجة حاجة تاني تزودي بتنزلي تاني. بس استنونا بقى ان شاء الله هنعمل لكم سلسلة فيديوهات عن ازاي التسويق، وان احنا نسوق ازاي المنتجات بتاعتنا الهاند ميد، وان احنا ازاي نعمل اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي اذا كانت فيسبوك او انستجرام، وزي ان احنا نجيب لنا متابعين وان انت تبتدي ان انت تبيعي. تمام. بصوا انا اهو بلزق بقى واحده واحده كده بالراحه جدا. بتلزقي بقى الاطار بتاعك وتعمليه بسهوله جدا. ما بياخدش والله يا جماعه وقت، يعني هو ده الوقت اللي انا اشتغلته. وكمان انا بصور بوقف الكاميرا وبشغلها، وممكن ارد على ولادي وارجع تاني، جالي التليفون مثلا فبوقف وبظبط كاميرا ومش عارفه ايه. لكن لا، انا اشتغلت الوقت ده انا مش مجريه ثانيه في الفيديو، مش مجريه اي وقت خالص وانا شغاله الشكل ده. بصوا اهو ده شكل كده الذهبي معانا اهو. بصوا شكله حلو قوي قوي ورقيق جدا. طبعا انتي بتعملي الشكل اللي انتي عايزاه، خلاص بتلزقي الشكل اللي انتي عايزاه وبتضغطي عليه كويس جدا. تمام اهو. انا بقى بالمنظر ده بظبط كده بايدي حلو قوي، ولو خرزية طلعت في ايدي عادي بحطها تاني وبظبطها. انا هعمل كل الاطار بتاع التليفون ده كده بالذهبي ده، وهتشوفوا شكله بقى هيبقى في الاخر ايه. انا دلوقتي ظبطتها اهي. هروح اعمل الاطار كله، وفي الاخر هتشوفوا انا هيبقى شكله معايا عامل ازاي. هعمل برضو الحتة دي معاكم كده في الفيديو علشان خاطر تشوفوا اللي هو الموضوع سهل ما فيهوش اي حاجة خالص. انا طبعا عارفه ان انا عماله ارغي كتير جدا وممكن اكون صدعتكم، بس والله بحب اتكلم معاكم، بحب لو اي حاجه تيجي كده في دماغي ان انا اقولها لكم. بس يعني طبعا اي واحده عندها اي سؤال، انا فاتحه القناه دي يا جماعه علشان خاطر اساعدك ونساعد بعض في افكار جديده. لو انت عندك اي سؤال الحمد لله انا مش ببخل على اي حد ان انا اقول له اجابه، اقول له مكان عايز تشتري منه حاجه، اقول له اي معلومه. الحمد لله الحمد لله الواحد مش بيبخل بالمعلومه.
يعني بالعكس ده يعني الناس اللي هي بتسأل وأنا باجاوبها وباقول لها معلومات أو مكان أو حاجة هي سألت عليها، الحمد لله ربنا بيكرم الواحد وبيوقّف لِك ناس كتير جدًا، جدًا. برضه لمّا بتبقي محتاجة تُقفي في حاجة أو تسألي حاجة ربنا بيوقّف لِك بيسخّر لِك ناس يعني يعملوا اللي أنتِ بتعمليه، تمام؟ أهو أنا بقى هابتدي هالزق كده الباقي وباضبّط أهو بالقلم زي ما أنتم شايفين، علشان يبقى يعني يبقى مضبوط كده، الخط بتاعه يبقى مضبوط، تمام؟ هاروح بقى أخلّص الباقي كده وهارجع لكم أورّيكم شكل الجراب هيبقى عامل إزاي. رجعت لكم تاني بقى حبايبي، بصوا انا الخرز اللي هو الغامق ده موجود معايا، وخلصت كده الاطار بتاع الموبايل. انا كنت حابه ان انا عايزه احطه في النص كده، مش عارفه بقى هحطه ولا لا الحقيقه، يعني لسه مش عارفه. وفضل معايا كده من الخرز الذهبي ده 4 خرزات، يعني انا بوريه لكم بس معلش سوري ايديا كانت بره الكادر ما خدتش بالي. تمام. اهو شايفين بقى ده شكل كده الجراب بتاعي، انا شايفه اللي هو كده رقيق وحلو جدا وبسيط، ومش هبقى حابه ان انا اعمل فيه حاجه تاني، يعني مش هبقى حابه ان انا اعمل فيه حاجه زياده تاني. بصوا شكله حلو، انا بظبط اهو بقى الدنيا من بره. شايفين الجراب شكله جميل جدا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم ويكون فكره النهارده حلوه ومشروع كويس ليكم. كانت معاكم أمنية يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.